السلام عليكم، معكم راكر جيمنج. يلا نبدأ الفيديو. بس قبل ما نبدأ الفيديو صلى على سيدنا محمد واذكر الله لا إله إلا الله. النهاردة هنراجع موبايل في الفئة المتوسطة، بس اشترك في القناة واعمل لايك وتعليق حلو منك فضلا وليس أمر. آسف على الغياب، بس كنت تعبان وعندي برد شديد حرفيا، وأظن إن هو باين من شوية. بص، أنت حقك كمشاهد إن أنت تعرف مميزات وعيوب التليفون ده، وفي أي مراجعة أنا بعملها بعيد عن التليفونات بقولك شوف كذا مراجعة قبل ما تشتري التليفون أو أي جهاز أنت هتشتري. الموبايل اللي معانا هو الأوبو رينو 7، وهنشوف يشتغل كام فريم بابجي وبقية الألعاب، وهنشوف أداؤه الخام في الاستخدام الشخصي والكاميرات وهل قيمة مقابل سعر. فيلا نبدأ الفيديو. أولا كده هنتكلم عن المعالج وأداؤه الخام وكام فريم بابجي واسم المعالج. اسم المعالج هنا سناب دراجون 695 5G بتقنية 6 نانومتر. ممكن تبحث عنه لو عايز تعرف أي حاجة أنا ما اتكلمتش فيها، واسألني في التعليقات أو تواصل معي في أي منصة من الرابط في الوصف، أو رقمي بتاع الواتساب هتلاقيه في الوصف برضه. بص يا معلم، المعالج ده كويس ويكفي الغرض وزيادة. بالنسبة للاستخدام الشخصي والسوشيال ميديا كجيمنج بيديك 40 فريم على السلسة، وسلسة فائقة 60 فريم، وده عن تجربة وأنا بلعب. طيب هو سلس؟ أحب أقول لك إن الموبايل ده الشخصي بتاعي اللي بلعب بيه وبصور منه وبمنتج منه وبعمل منه صور وكل حاجة، وده اللي أنت بتشوف منه الفيديو دلوقتي، وهو مكفي وزيادة. وكان نقلة بالنسبة ليا من التليفون الهواوي 9 برايم 2019، مع العلم أنا بصور بجودة 1080p و60 فريم وانا بلعب، وما شفتش الصراحه منه اي لاج نهائي. طيب ليه؟ بسبب ان واجهه اوبو مستقره عكس واجهه بوكو او انفينكس. نجل البطاريه هنا 4500 ملي امبير، بس بيجي بتقنيه بتخلي المكونات اللي في الجهاز تقلل الاستهلاك، بس بيقعد معاك لعب 4 ساعات او 3 ساعات ونص زي كده يا معلم. مع العلم لو تعرف الطاقه القصوى في الجيم تيربو. نجل الشاشه هنا تجد نوع أموليد بألوان مشبعة وصوت 600 شمعة في الوضع ال HDR، وطبعا لو الوضع ال HDR ممكن تخليه HD بيديك 1200 شمعة، وبصمة في الشاشة نفسها برضه. والصراحة الشاشة دي جميلة، بس التاتش بتاعها انت بتلعب مرة واحدة التليفون بيطلع لفوق. معرفش المشكلة دي عندي أنا بس ولا عند كل الناس اللي بتلعب أوبر نفسها، بس أنا حليت المشكلة وقللت إنها تحصل معايا. لو عايزنا ننزل شرح يعني تمام، بس الموضوع ده قفلني من التليفون في الأول يعني لأجل التخزين والرامات. مفيش منه غير نسخة واحدة 128 جيجا و8 جيجا رام، وينفع توسعها من مساحة التخزين، بس منصحك تعلي 128 كافية بالراحة، لدرجة إني فاضي من التليفون حوالي 45 جيجا بس مش حاطط صور، حاطط ملحقات تصميم ومونتاج ومؤثرات صوتية وغيرها من التصميم. بس نظام التشغيل لوحده 22 جيجا، اللي هو أنت متخيل الرامات 8 جيجا حلو جدا، لأن النظام التشغيل بياخد رامات في الخلفية 1 جيجا، فما شاء الله على السلاسة. نيجي للكاميرات. الكاميرا هنا في 3 كاميرات خلفية، واحدة 64 ميجا بكسل رئيسية، و2 ميجا بكسل مايكرو، و2 ميجا بكسل كاميرا كويسة لو انت استخدامك فيها ايه. ده ب7000 جنيه بس، انت عايز ايه تاني؟ طب يا عم هكرر الشاحن بتاعه عامل ازاي. بص، هو 33 واط بيشحن في ساعة أو ساعة ونص أو أقل، بس بالليل في تقنية كده تفعلها أنت، يعني هي كويسة تحافظ على البطارية وكده، اسمها تقنية الشحن الليلي. ده بيخليه يطول خالص عشان ما يحصلش أي حاجة. ممكن تقفلها بس هتبوظ البطارية لو أنت بتصحى بالليل، ممكن تسبب حريق جامد وتسبب وفاة لا قدر الله. ده خطر كبير جدا، ومش والكلام ده بجد. بس كده دي أهم الخطوات. بس استنى أقول لك رأيي الشخصي. التليفون ده جه التليفون ده حاجة فوق الجمال والله، بس موضوع الشاشة ده حاجة رخمة وحليته الحمد لله. في مدخل 3.5 مللي، وكمان ينفع تركب عليه كارت ميموري كده مقابل سعر من الآخر، بس يا التاتش مش أحسن حاجة في الجيمنج. يلا سلام، شكرا إنك كملت الفيديو. هتلاقي كل الروابط تحت ورابط الستور بتاعي اللي ببيع فيه مبرد واشحن في جميع الألعاب. كل حاجة صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وسلام.